السلام عليكم، صباح الخير، مساء الخير على حسب الوقت اللي تشاهدوا فيه الفيديو هذا للمكشخين ولكل التونسيين. مانيش باش نطول. كمحب للترجي الرياضي التونسي معناتها حبيت من زمان نعمل صفحة قناة بالأحرى أو مقطع فيديو على الأقل نحكي فيه على رأيي في كل ما يحيط بالترجي الرياضي كمحب ومرتاد للملاعب من فترة الثمانينات والتسعينات. الأمانة فما صفحات سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو قنوات على اليوتيوب تحكي في شؤون الترجي. منها فما مجموعة من الولاد المكشخين كما منير بيكام أو باتيغولا والأمير أو طارق معشة. وفما زادة لشباب من النادي الافريقي عندهم صفحات اللي تهتم بالترجي كما تي ام فوت او بياري. نحيي كل المجموعه هذه بالمناسبه، لكن انا مثل ما قلت لكم كمحب للترجي اللي من الجيل السابق، ربما جيل الاباء، جيل الثمانينات والتسعينات. فاحيانا فما حاجات تتقال او فما ملاحظات ما تتقالش، وكان بودي انها تثار في هذه القنوات. فحبيت ربما نعمل قناة مستقبلا ما عندهاش هدف ربحي. يعني أنا إنسان قديت حياتي، يعني مش هذا همي إنه المشاهدات أو غيره، بل بالعكس هو كل ما يهم فريقنا أو لو فما فكرة تناقش في إطار الدردشة مع المكشخين. وان شاء الله حتى يشوفوه المقطع هذا اثنين ثلاثة، ما يهمنيش، مش هذا المهم. الانسان عبر على بعض الافكار اللي ربما ما تتقالش في بعض المنابر الاخرى. اليوم باش ما نطولش نختصر الموضوع في مشاركتنا في بطولة كأس العالم اللي تدور حاليا بالولايات المتحدة كما تعرفوا. أول نقطة عندي هي الجمهور. مش باش نحكي برشا لأنه يكفي ما قالوه وسائل الإعلام التونسية والعربية والإفريقية والعالمية. جمهور الترجي هذه يعني يلزمها كي تقعد تحكي عام متواصل على جمهور الترجي وعلاقته بجمعيته، مش باش تعطيه الحق متاعه. يكفي انه جماهير اكبر الانديه البرازيليه في الشارع يستوقفوا جماهير الترجي وياخذوا معاهم سيلفيات تذكاريه. وسمعنا كلنا معناتها الصوت الطاغي في الملعب، سواء في مقابله فلامينغو ولا لوس انجلوس. فهذه نخليوها حلقه اخرى ان شاء الله، ان شاء الله. النقطة الثانية هي موضوع الانتدابات. باش تكون الملاحظات كل بصورة برقية باش ما يتوالش المقطع هذا، خاصة هو أول فيديو ليا، فنعتذر منكم مسبقا لو فما ارتباك أو أخطاء. في موضوع الانتداب، يعني حاليا الرأي اللي قاعد نسمع فيه في وسائل الإعلام اللي هي ما شاء الله وسائل إعلامنا يعني تقلب الفيستا بسرعة البرق. يعني ملي كان الترجي وإدارة الترجي مخطئة أنها ما قامتش بانتدابات، توا ولات اللغة أنه هي كي شافوا معناتها بين هلالين فشل النادي الأهلي المصري في إلى حد الآن في المقابلتين اللي أجراهم، رغم ترسانة النجوم اللي انتدبها، قالوا الترجي يظهر على حق وإدارة الترجي كانت محقة كما انتدبتش. لا، أنا أقول لا، أنه الأهلي فشلت في مقابلاتها مش بسبب الانتدابات، بل الأكثر هو بسبب إدارة الفريق من قبل مدرب الفريق اللي ما عرفش يسيطر على هذه المجموعة الكبيرة اللي عنده من النجوم. وأيضا سوء التوظيف، يعني لاعبين لعبهم في بعض المقابلات في مراكز غير مراكزهم، مثل زيزو، كذا لاعب. للأمانة ما نحبش نطول في النقطة هذه، فقط الملاحظة متاعي هي احنا حاليا نتصور حمدي المدب والإدارة تتمنى لو كان قامت على الأقل بانتداب أو اثنين، خاصة في مركز رأس الحربة وفي قلب الدفاع. راهو كان فما كلام آخر. تشيلسي فريق كبير ما اختلفنا، لكن مقارنة بالتجربة اللي كسبوها أولادنا في المقابلتين الأولين
ومقارنة بأنه الدفاع تشيلسي برونابل، شفنا هذا مع فلامينغو. بالمناسبة الإعلام التونسي كانوا يحكيوا في البرامج الرياضية أنه طبعا تشيلسي ستنتصر على فلامينغو. أنا لا، من الأول كنت عارف أنه فلامينغو هي اللي باش تربح تشيلسي، لأنه المستوى اللي تلعب به فلامينغو يمزج بين المهارة البرازيلية والنقطة اللي كانت قبل تنقصهم اللي هي التكتيك الأوروبي والانضباط التكتيكي الأوروبي، جابها لهم المدرب الجديد متاعهم هذا، ويعني ولاو يمتلكوا انضباط وصلابة واللياقة البدنية متاع الأوروبيين، إضافة إلى المهارات والموهبة اللي هي اوريدي يعني غريزية في اللعب البرازيلي. فكان كل هذه الظروف جعلت من فلامينغو فريق مرعب، وانا نحطه ما بين المرشحين للفوز بلقب البطولة لو ما عملش اكسيدون دو باركور. اذا حبيت نقول زاد لهزيمتنا معها 2-0 راهي تعتبر انجاز. صحيح كان بالامكان افضل مما كان، لكن مقارنه باللي شفناه مع تشيلسي واللي ما زلنا باش نشوفوه يعتبر سلكناها بلهجتنا. نختم نقطة الانتدابات. لا، الترجي ما كانش مصيب 100% في عدم الانتداب. صحيح هو خير انه الانتدابات تتأجل باش يكون على راحته وينتدب انتدابات سيبلي لرابطة الأبطال الأفريقية. لكن حتى كأس العالم راهي هاكم شفتوا لومبلور الشعبية اللي خذاها الترجي في هذه المشاركة، والناس كل تسأل منين الفريق هذايا، والفضل يعود في هذا بعد الله الجمهور الترجي اللي كما قال أحد المتدخلين قال أنقذ جمهور الترجي أنقذ المونديال من الغينيا. والله نظن في بلاتو صاحبي بكار. المهم إصرار الكنزاري النقطة الموالية على رودريغيز، مش عارف السبب. هل لأنه ممكن نتفهم هذا في المقابلة الأولى نظرا لأنه هو برازيلي والترجي كان يواجه في فريق برازيلي، فربما اللي فكر فيه الكنزاري أنه رودريغيز متعود على اللاعبين البرازيليين والعقلية البرازيلية ما نشاطروش برشا في هذا الجانب، يعني ما نشوفش العلاقة كبيرة بين هذا وذاك. لكن ربما أيضا يكون السبب إصراره على تشريك رودريغيز هو أنه يحبوا يشوفوا يتخلصوا من اللاعب هذا، يشوفوا له صفقة، يشوفوا له بيعة، يشوفوا له كذا. لكن أنا نقول يعني يا خيبة المسعى لو يكون هذا هو التفكير على حساب سمعة الترجي. وسمعة الترجي فين؟ أنت تخلي وليد شباب يتنطر تنطير ما شاء الله كما الجبري وأفضل منه على جميع المستويات، في المراوغات، في التسديدات، في التمركز، في استغلال الفرص، في التفاهم مع البلايلي، التيكي تاكا هو والبلايلي، وتهبطك سامحوني في الكلمة قدس العزاء رودريغيز اللي لا يبل ولا يعل لا يفك لا يضغط، يهز في ركيبه بالسيف. يعني هذا سؤال كبير ومحير. النقطة الموالية يوسف البلايلي لاعب كبير، وكما قال علي الكعبي البارح مجرم كورة. ما اختلفنا اما ان شاء الله كلامي ما يغشش برشا مني، لكن كما قلت لكم انا هدفي باش نقول في القناة هذه الحقائق كما هي بغض النظر عن ردود الافعال. البلايلي لعب بقدر كبير من الأنانية. احنا فاهمين انه هو يحب يظهر خاصة في اخر كاريره وفي اخر مشواره. البلايلي يحب يختم المشوار الرياضي متاعه بظهور لافت وبارز في بطولة العالم للأندية كنوع من اقتلاع اعتراف بإمكانياته وتكون مسك الختام لمشواره الرياضي. اوكي يا بلايلي، ما اختلفنا وانت تستحق يعني فعلا هذا التكريم، لكن مش على حساب المجموعة، مش على حساب الفريق. التعادل لو الفرصة بعد الهدف الأول، الفرصة الثانية الانفراد اللي جاك واللي لميت الكرة بالحارس وحبيت معناتها تسجل بطريقة سوبر فنية، مش فنية برك. يا يوسف يهديك ربي، راهو الهدف هذاك كان تحط في الشبكة. الترجي يكفيها التعادل مع تشيلسي وتتعدى. ف
عاودها يعني في اول مباراه جاتو كوره معناتها مقابل الشباك وحب يضربها كروازي ايضا. مشكله يوسف هي انه ما يكتفيش بالتسجيل. يعني هو يوسف البليلي وين مشكلته؟ لاعب فذ وكبير ما اختلفنا، لكن مشكلته انه يحب يسجل بطريقه فنيه. مش دائما الكرة هكا، معناتها مش دائما الكرة انك لازم تسجل هدف. فما ليفيكاسيتي قبل الجمالية في الكرة، الفاعلية قبل الجمالية. فان باستن، ماركو فان باستن من اعظم يعني الهدافين في تاريخ الكرة. كان معناتها 99% فاعلية، الجمالية تجي بطبيعتها. كان يلوج على التسجيل، الجماليه بطبيعتها باش تجيب بالناتور نتاع الحركه باش تجي. فحتى في مقابله فلامينغو يوسف كان اناني في كثير من المرات، وكان بالامكان افضل مما كان يا يوسف. نختم بالنسبه ليوسف مع ضربه الجزاء او اللي خذا فيها كارتون جون. طبيعي يلغي لك ضربة الجزاء بعد ما أعلن عليها الحكم ويعطيك ورقة صفراء، لأنه التيحة متاعك بطريقة بدائية وساذجة جدا. يعني أي إنسان يشوف اللقطة صدقني كنت باش تاخوها ضربة الجزاء وماكش باش تاخو ورقة صفراء. لكن طريقة السقوط متاعه هي اللي خلات الفار مشلقة بلهجتنا احنا، مشلقة ياسر. تي حتى عادل السليمي ملك الافلام في التسعينات كي يتيح ما كانش يتيح هكاك. حتى عادل السليمي كان يتيح بطريقة اذخم شوي. فيوسف يعني هو دز فما دفع. هو لعبها بخباثة المدافع الامريكي، وقت اللي طاح استغل الطيحة وحط يده على يوسف ودزه، دخلها زعما في كمالة الطيحة. اما هو دفع موجود. لكن شنو هو اللي هلك الموضوع الكل؟ يوسف في عوض كي طيحة طبيعية عمل بلونجون كأنه في الشط. ف لا حول ولا قوة الا بالله. فقط هذاك شو نقولوا لي صار. ينساس زاد هذا كلام باش يغشش برشا مني. لاعب برازيلي، لكن انا نشوفه لاعب برازيلي متاع كرة الشاطئ. تعرفوا كرة الشاطئ في البرازيل مشهورة برشا. فالخلاصة انه ينساس مستعد انه يسدد في جميع الزوايا، يشوط في جميع الزوايا الا زاوية الشباك. ما نعرفش شنو قصته، عنده مشكل رهيب في التأطير في الكادراج. يا يشوط الفوق يا على اليمين يا على اليسار. وايضا عنده مشكلة اخرى ينساس اللي هي نوعية التسديدات. يعني كيما الفرصة اللي جاته في مقابلة لوس أنجلس، يعني على يمين الحارس. صحيح الزاوية كانت ضيقة شوية، لكن مش بالطريقة هذيك يضرب الكرة، مش بالطريقة هذيك. كان ضربها بأكثر قوة، ولا على الأقل الفوق شوية دومي فولي تدخل تزغرت. بون باش نقول لك يضربها بالاكستيريور وتعمل لك التقويسة وتدخل، ماهوش في مستوى يعني الحق مهاراته الفنية ما تسمحلوش يعني. لكن هو لاعب مهاري ككل. لكن كما قلت لكم أنا يظهر لي ينساس عنده مشكل كبير في التكوين. في الأصناف الشابة ما تكونش تكوين أكاديمي. يعني لاحظوا هذايا في برشا مواقف، في طريقة شوط الكرة، في البطء اللي عنده، في تدخلاته، في حتى دفاعيا لاحظتوش اللي ينساس كل ما يتدخل باش يعاون في الدفاع إلا ويتسبب في ورقة صفراء. ما فماش قاعدة، إذا يدخل بقوة ويدخل بطريقة معناتها يعني دوره الدفاعي ما يلعبش بنظافة، يدخل هكاك بقوة وكما جات كل ما يتدخل ينساس باش يعاون في المجهود الدفاعي إلا ويتسبلنا في ورقة صفراء. وكذلك في تونس ما نساوش يعني المباريات اللي شارك فيهم أحيانا تتاح له 3-4 انفرادات صريحة بالحارس على 3 كور يسجل واحدة، وهذا مش معقول في مهاجم اللي المفروض كونفيرمي. يعني أنا مش نحكي على محاولة هجومية، لا نحكي على فرصة صريحة للتهديف، يعني راس الجول.
راسك راس الجول تسجل لي 1/3، فهذايا نسبة مش مقبولة الحق في خاصة بالنسبة للاعب محترف. نجي توا لضربة الجزاء. ضربة الجزاء مانيش عارف علاش الناس كل تحكي على القنيشي. انا اللي شفته والله ما نعرفش، يمكن انا في عالم اخر، انه الفار اللقطة اللي تم عرضها للحكم كانت لقطة المسك من طرف ماهوش ظاهر اللاعب ككل، لكن ظاهر المايو رقم 5. شكون يلعب في الترجي رقم 5؟ ياسين مرياح. واذا هو ياسين مرياح هو اللاعب اللي تسبب في ضرب الجزاء، فيا خيبة المسعى. نحب نقولوا شنو مرياح؟ نذكروش الراجل متاع يا حكومة وخيتي، انا نقول له شنو مرياح وخي؟ شنية يا خويا مرياح؟ نستناو فيك صحيح أبليت البلاء الحسن، لكن ما نحبوش عاد ترجع ريما لعادتها القديمة، تلعب 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 وبعد جيت تعمل لي غلطة تطيح كل شيء في الماء. في بالك سي ياسين اللي انت خليت 3 أرباع تونس باش يتجلطوا يعني من ضربة الجزاء، خايفين لكلك المجهود والمجهود الجبار اللي عملوه جمهورنا في امريكا ومجهود اصحابك الكل يتيح في الماء. اخي علاش بربي سواء القنيشي ولا مرياح، علاش جواراتنا لتوا مستوعبوا اللي راكم ما كمش في عصر بكري، واللي انت في بالك عديتها على الحكم ما شافكش الحكم؟ يا ولدي راك في عصر الفار، راهو فما 20 كاميرا اقل شيء يتبعوا فيك، خاصة في مسابقة كما مسابقة كأس العالم. يعني آخر همهم عدد الكاميراوات والتكنولوجيا، يعني ما شافكش الحكم باش تشوفك 20 كاميرا. علاش هكا بجاه ربي؟ علاش؟ على ترضيك غلطة تتعمل معناتها شادوا من مريول وتزيد تجبدوا. رودريغاز خارج متغش. يا أهلا يا مرحبا يا مرحبا. علاش متغشش خويا العزيز؟ عليك المردود الهايل اللي تقدم فيه. كي كنت سلعزاك كي وجودك كي بلاش انت ترجع عباره تلعب ب10 يعني. ان شاء الله يا اخي مانيش باش نطول فيه هذايا. نقطه رودريغاز ان شاء الله نتخلصوا منه في القريب العاجل بصراحه. لاعب حتى من وجهه، حتى من قسمات وجهه، حتى من تعابيره ما نعرفش انا، يظهر لي مدردر، ماهوش صافي، ما لا تفهموا قلبه على الفريق، لا تفهموا ما يحبش الفريق. في الصيف كي ما حبش يجي، انا وقتها قلت يا ليتك يا سي حمدي خليته، خاطر زايد راهو اذا النواح بالطلبه لا يرحم من مات يعني. زايد ظاهر باش يجي فوق من قلبه، هاو قعدهولك العام مروح، هاو مضروب، هاو ندرى شنو، هاو كذا. نحب النقطة ما قبل الأخيرة، المذيع التونسي اللي عدى المقابلة الأولى والثانية مع المذيع الخليجي. والله غريبة كيفاش مذيع تونسي ما يسميش اللاعبين متاعنا. أنا فددني دورت القناة اللي فيها المعلقة الإنجليزية، قسما بالله المعلقة الإنجليزية عملت عليها كيف الأمريكية، يعني قصدي الناطقة بالإنجليزية. تسمي في لاعبين الترجي بالاسم وتزيد تعطيك فكرة عليهم. عملت عليها جو. الاخر كان كي سمعت التعليق بون المعلق الخليجي كان كوريكت، اللي تي كوريكت معناتها، خاصة في المقابلة الأولى التونسي حب يغطي شوية، لكن هو قالوا لا، وقتها الفلامينغو مسيطر على اللعب بصراحة، خاصة في الشوط الأول ما رينا شيء ما ترجي. الشوط الثاني قالوا تبدلت المشامية وحتى البونتو جاء ضد مجرى اللعب. لكن المذيع التونسي بصراحة حالة تعليق كلاسيكي، تعليق سألوا المعلق اللي معاه الخليجي قال له واش معناتها مكشخين، ما عرفش يفسر له، ما يعرفش معناتها مكشخين يعني. غريبة. قال له مكشخين خاطر ألوانها، وهرب بيه. قال له الجمهور الترجي ماك تعرف يحب جمعيته ياسر وندرى شنو وكذا، لا علاقة بالسؤال اللي سأله له. الاخر يحشم قال له اوكي تعرفش معناتها مكشخين؟ مكشخ كيما البارح نكشخوا في تونس قبل ما نجيو دوبلي نكشخوا. الحمد لله فضل ونعمة من الله، وربي يجعلنا ديما مكشخين ضاحكين. المكشخة مستوى يقهر. آخر نقطة نختم بها هي هل استفدنا إلى حد الآن من مشاركتنا في المونديال، خاصة ماتش فلامينغو؟ احنا شفنا لي فلامينغو تلعب
نكونوا صراحة مع بعضنا في كرة أخرى، كرة من عالم آخر. أنا على سبيل النكتة كان جيت في بلاصة ملاعبيتنا جورة الترجي ما نلعبش، نعمل احتراس فني، نعيط الحكم ونعمل الحكم الرابع ولا الأول ولا اللي هو. يقولوا لي شبيك شنية النقطة اللي نقول لهم خويا احنا عيطونا باش نلعبوا ماتش كرة قدم، ما هذوما يلعبوا في رياضة أخرى ماهيش كرة القدم، هذه ما نعرفوهاش. كريتم وكتبديل المراكز، يعني تعرف لما كيفاش تلعب، عبارة اللاعبين مقسمين في الميدان كما مجموعة، كل مجموعة تمثل مروحة. المروحة ذيك تدور حول نفسها وكلهم المراوح يدوروا ويبدلوا في البلايص. يعني ما تفهمش الكرة لشكون جات ولشكون خارجة، في بالك انت تعمل ماركاج على اللي قدامك تلقى تحلت لك لافاي من غاديكا. سرعة النسق. احنا الاعلاميين وفنيين اللي بالمناسبة عندهم مسؤولية كبيرة في تدهور الكرة التونسية، هما زرعوا ثقافة العقلانية المبالغ فيها وثقافة الخوف والجبن. فالفنيين والمدربين والكرونيكورات اللي عندنا كل يقول لك هذا راجع لتفوق اللاعب البرازيلي مهارين. يا سيدي ما اختلفنا، اللاعب البرازيلي متفوق على كل العالم مهارين، لكن الأداء اللي قدم فيه فلامينغو ما هوش راجع كله للمهارة الفنية، راجع لطريقة اللعب، للتكتيك اللي حطوا المدرب، للتدريبات اللي يدربوها، اللي هي سرعة تناقل الكرة، واللي هي التمركز. وقت اللي صاحبك ياخذ الكرة يلزم يلقى حل. احنا شفنا في مقابلة بما فيهم مقابلة كأس العالم، وشفنا في مقابلة البطولة الوطنية كيفاش أحيانا حامل الكرة يلقى مشكل كبير لشكون باش يعطي الكرة، يولي يقعد يكر فيها للي فكوها له، وإلا يعطي أي تمريرة قال المصري أي كلام، تخرج توش تخرج سيماتر ياخذها المنافس، ما فماش. وهذا راجع لشنو؟ راجع للنسق البدني، للياقة البدنية، لأنه طريقة لعب فلامينغو باش تكون انت متحرك 90 دقيقة، لازمك يكون عندك لياقة بدنية عالية. شفتنا ما تشهم ويعطيها الصحة الاسبيرونس اللي خسرت 2 فقط، واللي أول مرة في حياتي نقول اللي يعطيها الصحة الاسبيرونس على هزيمة، على خاطر منطقي كنا نجمو ناكلو كارتون. ولو انه مجريات اللقاء لو حبت الكرة، ولو الدفاع متاعنا كان فايق وما عملش الاغلاط البدائيه متاع الماركاج، ولو كان البلايلي سجل كرة من الاثنين فرص الواضحين، وما نعرفش علاش في تونس يقولوا فرصه واحده جات للترجي جاتها 3 فرص، منهم 2 فرص للبلايلي، كان حط منهم واحده راهو كان كلام اخر، اقل شيء كنا نخرجوا بالتعادل. اذا تفوق فلامينغو والفرق البرازيلية عموما سببه طبعا فما مهارة غريزية للاعب البرازيلي، وفما ايضا طريقة الكرة اللي يلعبوا فيها حاليا اللي هي الكرة السريعة اللي احنا مع الاسف ما عندناش في تونس. في مصر وفي الخليج بدات للأمانة عندهم كرة ريتم اسرع من كرتنا، احنا في تونس مازلنا دبة لمبات سيد الهاني، الجول ياخذ الكرة في عقله يعطيها للدفاع اللي قدامه، يهز راسه يدور يمين يدور يسار يعطيها لصاحبه، صاحبه يرجعها للجول، الجول يعاود ياخوها ويشوطها طويلة 90% باش ياخوها المنافس، ارجع انت فك في الكرة. خلف هذا ما نحكيوش على التمارض، على ادعاء الاصابات، الوقت اللي ياخذوه الاسعاف حتى الحكم يمشي ويتاكد اللي هي اصابه واللي هي ما هيش اصابه، ويهز يده ويكلم المسعفين على التوش، والمسعفين حتى يلقى سبونتكس يلوج عليها وسطل الماء، وحتى يلقاو المسعف والطبيب ما دخلوا هما ما قلبوا الملاعبي ما شافوه ما كذا، درجين طاروا. زيدهم النقاش مع الحكم، زيدهم تضييع الكرة من ملتقية الكرة رامسور دوبال خاصة كي بداو من الفريق المحلي، زيدهم الشغب اللي يعملوا الجمهور، حاسيلو 90 دقيقة يتلعبوا منها 45-50 دقيقة، والباقي الكل يتعدى تقعيد العود. كيفاش تحب تخلق بربي النسق والسرعة في أجواء كما هذه؟ شفتوا هما 90 دقيقة يلعبوا فيها 110 دقائق،
90 دقيقة يلعبوا فيها 110 دقائق. حسيلو، كانت هذه مصافحة أولى، واللي وافقني الرأي بارك الله فيه، واللي عارضني في الرأي فإن شاء الله يكون في نطاق الاحترام، والخلاف لا يفسد للود قضية. إن شاء الله مربوحة للترجي، مش مستحيل الانتصار على تشيلسي، خاصة وضح بينت اللي هي برونابل قبل 3 من عند فلامينغو، حتى كي باش نقيسوها هي قبل 3 وإحنا قبلنا 2 هكاهو. ودائما اللاعب التونسي راهو يلقى سهولة مع الفرق، مع الكرة الأوروبية أكثر من الكرة اللاتينية، لأنه ما تعودناش بها الكرة اللاتينية، بينما الكرة الأوروبية عندنا معها تاريخ. لعبنا لليوفي، كان منتخب زاد لعبنا معناتها، أحرجنا ألمانيا 78 بطلة العالم، وكنا ننتصروا عليها لولا تواطؤ الحكم اللي حرمنا من ضربة جزاء. فما مقابلات ودية تلعبوا مع في ماتيوس الزواوي كذلك ضد المنتخب الهولندي، ونسيت معناتها. خلاصة القول أنه اللاعب التونسي يلقى روحه في مواجهة الفرق الأوروبية ولو هي أقوى منه أكثر من الفرق اللاتينية. إن شاء الله مربوحة، والسلام عليكم.